بتفكر تشتري استك مقاومة جديد ومحتار انهي نوع هيكون الانسب لتمرينك، هيكون الفيديو ده ليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتور احمد ابراهيم في فيديو جديد من سلسلة فيديوهات شركة اتليت هوم. هنتكلم عن المفاجأة يا جماعة اللي اتكلمنا عليها في الفيديو الماضي، وهي فيديو كامل عن اساتك المقاومة او اساتك التمرين. خلونا نبدأ النهاردة بأول نوع من أنواع أساتك المقاومة أو أساتك التمرين، وهو أستك المفتوح. الأستك المفتوح زي ما حضراتكم شايفين في الصورة بيكون الاستراب بتاعه عريض بالمنظر ده، وبيكون مفتوح من الناحيتين. يعني لو أنا فكيت الرول ده لآخره هتكون الأستك مفتوح كده. طيب يا ترى أنا بقدر استخدمه إزاي؟ الأستك ده أولا يا جماعة بيكون فيه مطاطية مختلفة زي ما احنا شايفين في الفيديو كده، بينزل منه حوالي 4 أو 5 مقاومات. بقدر اتمرن بيه كل التمارين حرفيا اللي انا محتاجها، سواء ايدين او رجلين. بقدر اثبته برجليا، اثبته في ظهر الباب باي ستراب، اربطه على رجليا واتمرن بيه. الاستيك طويل ممكن يطلع معايا من لو انا مثبته عند رجلي ممكن يطلع معايا لحد تمارين الكتف. الاستيك ده هايل. من اهم مميزاته كمان ان هو بيعمل معايا كل التمارين، ان هو سعره تنافسي جدا بالمقارنة ببقية الاساتك. بس خلونا نعتمد قاعدة اساسية في كل اساتك المقاومة. كل اساتك المقاومة يا جماعة ليها لايف تايم، ولازم تبدأ المقاومة بتاعتها تقل او تبدأ تتقطع او يحصل فيها مشاكل. في الاخر حضرتك بتتعامل مع حاجة رابر، مش بتتعامل مع حاجة حديد. الحاجات الحديد طبعا هتعيش معاك مدة طويلة جدا وهتبقى مشاكلها بسيطة، انما احنا بنتكلم يا جماعة دلوقتي عن بديل للدمبل، بديل للطراد، بديل لادوات كتير حضرتك تقدر تدفع فيها ارقام كبيرة جدا، تقدر تستبدلها باستك واحد زي كده، بحيث ما يكونش فيه اي اعذار للتمرين كفلوس. زائد ان هو مش هياخد منك اي مساحة في المنزل لما تيجي تشيل قطعة صغيرة زي كده في الدرج او في اي مكان تاني. فالاستك اكيد ليه لايف تايم، اكيد في اساتك تانية اعلى منه، بس الاستك ده كبداية هيبقى مناسب جدا للمبتدئين، خصوصا في التسخين. الاستك ده هايل جدا في التسخين. خلونا نشوف تاني استك معانا دلوقتي، وهو الاستك الثيراباند. استك الثيراباند يا جماعة او الاستك بتاع الرجلين بينزل معانا بحوالي 5 الوان مختلفين. طيب كل لون يا جماعه بيبقى استخدامه ايه؟ كل لون بيبقى ليه مقاومه معينه. يعني ايه مقاومه؟ فكره المقاومه معناها ايه؟ فكره المقاومه معناها ان انا لما باجي اشيل مثلا دمبل بتبقى كيلو او 2 كيلو او 3 كيلو لحد 40 50 كيلو. طيب الاساتك بتقاس بالمقاومه، ان هو نقدر نقول عليه ده اول مقاومه، ده تاني مقاومه، ده تالت مقاومه. طيب المقاومه دي بيبقى ليها تقريب بالكيلوغرامات. يعني انا ممكن اقول لك والله الاستك ده بيساوي حوالي 2 كيلو، والله الاستك ده بيساوي حوالي 5 كيلو، بس هو ما بيبقاش 2 كيلو بالظبط او 5 كيلو بالظبط، لان هي في الاخر حسب شدة حضرتك لفتح الاستك وقفلها. ولازم يا جماعة ناخد بالنا من نقطة مهمة جدا، ان الاستك اللي فات هو استك مفتوح طويل، فالمدى الحركي بتاعه بيقدر يعمل معايا تمارين المدى الحركي بتاعها بعيد او طويل. استك زي ده هو استك قصير، يبقى المدى الحركي بتاعه قصير قوي، هقدر استفيد منه بس في تمارين الرجلين او في تمارين مدى الحركه بتاعتها قصيره، بحيث ان انا لو قرصت عليه وحبيت ان انا اخليه يعمل تمارين طويله الاستك هتقطع. وده مش هيكون عيب صناعه في الاستك، لان انا كده هبقى بستخدمه استخدام غير اللائق بيه. خلينا نرجع تاني للاساتك بتاعه الثيراباند، وهي عباره عن بندل بتنزل 5 قطع مع بعض، او بندل بتنزل 4 قطع مع بعض، او ممكن نقدر نشتري بالمقاومه المحدده اللي حضرتك عايزها، عايز اول مقاومه او الاخيره او الثلاثه اللي في النص، زي ما حضرتك تحب. الثلاثه كل الانواع باذن الله موجوده. ده بالنسبه لاستيك الثيراباند. عندنا بقى نفس الفكره بتاعه الثيراباند، لان هو رابر وطبعا زي ما قلنا مع الوقت ممكن يتقطع. عندنا فكره مميزه جدا وهي فكره الهيب باند. الهيب باند طبعا في نقطه مهمه جدا حضراتكم لازم تاخدوا بالكم منها في الثيراباند اللي هو الرابر. مع الاستخدام لو مثلا حد لابس شورت او حاجه هيلاقي ان الاستيك بيلف حوالين رجليه، فمش هيبقى
يعني انسب حاجه في التمرين، خصوصا لو عايز يطلع الاستيك لفوق يتمرن بيه في منطقه الهيب. طيب ايه الحل اللي احنا بنقدمه لكم دلوقتي؟ احنا بنقدر نقدم لكم منتج جديد اسمه الهيب باند. زي ما حضراتكم شايفين هو الطول بتاعه اطول من السيرا باند، بس هو اتقل. يعني لو اعلى ليفل في السيرا باند ده هيكون اتقل منه بكتير، بس في ميزه كويسه جدا ان هو عباره عن ماتيريال اقرب الى القماش، فان هو يتلف حوالين رجليك هيكون بصعوبه جدا، زائد ان هو آه، يعني يتقطع مع الوقت. انت ده فعليا مش هتقدر تقطعه الا انك تمسك مقص وتقطعه بيه، لان الماتيريال بتاعته قماش فصعب جدا ان هو يتقطع. تقيل جدا، معمول لمنطقه الهيب، بينزل منه 3 مقاومات مختلفه. المقاومه العاليه بتاعته فعلا عاليه جدا للبروفيشنالز يستخدموها. الاستيك ده احنا بنرشحه لو اي حد حابب يبدا بيه، يبدا باللايت بتاعه باقل مقاومه فيه، لان هي فعلا اتقل من اتقل مقاومه في السيرابان. خلونا دلوقتي نشوف نوع اخر من انواع الاستيك. عندنا الاستيك اللي بمقبض. الاستيك اللي بمقبض بينزل بحوالي 4 أو 5 مقاومات تقريبا مختلفة. الميزة اللي فيه ان مسكته مريحة. طبعا لو احنا فاكرين الاستيك المفتوح لما هتيجي تمسكه بايدك الاستيك هيقعد يتزحلق مع الوقت في الاستخدام من ايدك، خصوصا مع التمرين والعرق وكده، فما بيبقاش احسن حاجة. فاحنا بنقدر نقدم لحضراتكم الاستيك اللي بمقبض ده، بتكون مسكته اريح كتير في المقبض بتاعك، فصعب ان هو يتزحلق منها. زائد ان هو الماتيريال بتاعته بتوصل لمقاومات اتقل، لان الرابر بتاعه اتخن بكتير، فنقدر نعمل بيه مقاومات اتقل من الاستيك المفتوح. زائد ان في نوع منه بينزل من النوع العادي، وفي نوع اخر بينزل بمشبك الباب. يا جماعه القطعه دي هي قطعه صغيره، بس بتقدر توصلنا لتمارين هايله في البيت. ليه بقى؟ لان القطعه دي لو حضراتكم شايفين هتلاقوا فيها فتحه من ناحيه، وهتلاقوا فيها ناحيه يعني تخينه شويه. الناحيه التخينه دي بتتحط في الباب، وبقفل عليها الباب. بقدر ان انا اثبت الاستيك كأن في حد ماسكه من ورايا، كأنه جهاز واير مثلا في الجيم، حد ماسك الاستيك من ورايا اللي هو الباب. عايز بقى احط الاستيك ده من فوق، من تحت، من جناب الباب، ايا كان المكان اللي انا عايزه، وابدا اعمل لنفسي تمارين محترمه جدا زي ما انا حابب، وهبقى مطمن 100% ان الاستيك متثبت جوه الباب ومش هيتحرك. طيب الاستيك ده يا ترى هو بينزل لوحده بس ولا بينزل في باندل؟ لا بالعكس، هو بينزل لوحده لو حضراتكم حابين، او بينزل في باندل عباره عن 5 اساتك مختلفه. بقدر ان انا افكها من اليد واركبها زي ما انا عايز. عايز استخدم استيك لوحده 2 3 4 زي ما انا حابب. بلس كمان ان الباندل اللي بتنزل بيكون فيها ميزه هايله جدا، ان بينزل فيها الانكل ستراب. الانكل ستراب ده بيتلبس على الرجلين، بقدر ان انا اعمل تمارين عن طريق مشبك الباب على رجلي، او اقدر اميكس تمارين رجلي مع ايدي. فبقدر اوسع لنفسي رينج عالي جدا من التمارين عن طريق طول بسيطة جدا وربر. وفي الاخر بعد ما اخلص هشيلها في اي مكان في البيت، مش هتاخد مني مساحة، وهلاقي نفسي دافع حوالي، لو خدنا الباندل اللي فيها 5 اساتك يعني 5 مقاومات مختلفة، ومعاها اليدين ومعاها الانكل الاتنين انكل ستراب، هتبقى دافع اراوند 300 جنيه. which is بالمقارنة بعدد الأدوات الواسع اللي أنا ممكن أستبدلهم بيه، هلاقي نفسي وفرت جدا جدا جدا. طيب نفس الأستيك ده يا جماعة حصل له تطوير أكتر، لأن زي ما احنا قلنا الأستيك ده ليه لايف تايم، وليه طبعا في فترة من الفترات ممكن يتقطع. طيب لو لا قدر الله اتقطع وحضرتك بتتمرن عليه، أكيد هيحصل لسعة مثلا أو خبطة منه لما يتقطع. طيب بنعالج المشكلة دي بإن احنا بنكفر الأستيك الرابر بالماتيريال القماش دي. ده كفر حامي للاستيك، فانا بقدر استخدم الاستيك دي اول نقطه بكل سلامه. لو اتقطع انا كده مش هتاذي. زائد النقطه الثانيه المهمه، ان الاستيك طبعا مع الاستخدام ممكن يتبهدل. طيب الماتيريال القماش دي انا بقدر انضفها، الموضوع بسيط. لو انا حابب انضفها بقدر انضفها بكل بساطه، لان ده قماش، فمش هيبقى فيه مشكله في تنظيف القماش عندي. فده التطوير بتاع الاستيك اللي بمقبض. طيب في حصل تطوير تاني برضو مهم جدا للاستيك اللي بمقبض، وهو استيك السباحه. استيك السباحه يا جماعه بيكون اليد بتاعته عامله كشكل البادل،
زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط. هي عامله نفس شكل البادل لو انا بتمرن بيها سباحه، زائد ان هي معاها في النهايه الاستراب اللي انا ممكن اثبتها في اي حاجه في المنزل، او اي ماشين عندي، او اي كرسي ترابيزه، اثبتها واعمل التمارين اللي انا عايزها، واستفيد ان انا بقى عندي تول تناسبني لو انا سباح اقدر اتمرن بيها في البيت. من ضمن الاساتك التانية اللي هنعرضها لحضراتكم حالا هو الاستك اللي على شكل بار، بقدر ان انا اثبته في رجليا واتمرن بيه كانه بار. لو انا عايز اعمل اي ليفتنج بالبار الاستك ده هيكون مناسب. طبعا احنا مش عايزين ننسى ان الاساتك اللي فاتت زي الاستك المفتوح، لو انا عندي بار انا ممكن اربط عليه الاستك المفتوح واتمرن عادي مفيش مشكله. يعني انا ممكن يا جماعه اسخر الاساتك اللي عندي لتمارين لا حصر لها. استك البار بيكون بالمنظر ده، بيكون زي ما حضراتكم شايفين هو عباره عن بار ومعاه الاستراب اللي انا بعمل يعني بثبتها على رجليا زي ما حضراتكم شايفين. ده بيديني برضو رينج تمارين هايل جدا. طيب عندي كمان اساتك رباعيه. يعني ايه استك رباعي؟ الاستك الرباعي بيكون بالمنظر ده. الاستك الرباعي بيكون بالمنظر ده، قطعتين للايدين وقطعتين للرجلين. فانا بقدر امرن ايديا الاتنين مع بعض او رجليا الاتنين مع بعض، او لو عايز اعمل تمارين احرك فيها جسمي كله مع بعضه الاستك ده هيكون مناسب. طبعا الاساتك اللي انا بشرحها من بداية من استك السباحة هي اساتك مش كل المتدربين هيحتاجوها. يعني خلينا متفقين ان الاستك المفتوح ده الغالبية العظمى هيحتاجه، الاستك السيرا باند بتاع الرجلين ده الغالبية العظمى هيحتاجه، استك اللي بمقبض ده برضو نسبة كبيرة من المتدربين هيحتاجوه. انما مش كل المتدربين هيحتاجوا الاستك اللي ببار او الاستك السباحة او الاستك الرباعي. نفس الفكرة عندنا اساتك تانية برضو تعتبر اكسسوارز خفيفة يقدر بعض المتدربين يحتاجوها في تدريباتهم، احنا بنوفرها لهم عشان يلاقوا كل احتياجاتهم عندنا بفضل الله. هنكمل مع بعض دلوقتي بقية الاساتك الافيلابل في الشركة، وهي اساتك الرجلين المتعددة. يعني ايه متعددة؟ يعني الاستك اللي حضراتكم شايفينه ده انا بدخل فيه رجليا من النص، فبقدر ان انا اضمن ان الاستك ما يتلفش على رجليا زي المشكلة اللي اتكلمنا على السيرا باند فيها. بلس ان انا الاستك اقدر استخدمه كمان في تمارين للايدين مش هيقول لا معايا، اقدر اثبته برجليا واتمرن بيه كاستك بمقبض. فدي زي ما اتكلمنا كتير في فيديوهات سابقة وهسيب اللينك بتاعها فوق، ان احنا كل المنتجات اللي بنجيبها بنحاول ان حضرتك تستخدمها اكتر من استخدام. احنا يهمنا جدا جدا في الشركة ان بدل ما حضراتكم تشتروا اكتر من منتج نوفر لكم منتج واحد يقضي كل الاغراض. الاستيك ده بيكون هايل جدا لانك ممكن تستخدمه بمقبض وممكن تستخدمه برجلين، بس ما ننساش نقطة مهمة ان هو المدى الحركي بتاعه مش هيكون طويل. زي ما حضراتكم شايفين ده الاستيك وهو قصير فمش هيقدر يطلع معانا كل التمارين. طيب عندنا استيك تاني زيه نفس الفكرة بتاعته، نفس الفكرة بتاعة الاستيك اللي بمقبض اللي كان متغير. عندنا برضو ده انا بقدر اشيله من الاستراب بتاعه او اركبه زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الاستيك ده بينزل من حوالي 3 مقاومات، يبقى انا اقدر ان انا اركب واحده لوحدها او 2 او 3 مع بعض. بس الاستيك ده بيتباع فردي، يعني بيتباع بالاستيك مع التو بيسز بتوع الرجلين. طيب عندنا كمان مش عايزين ننسى بمناسبه ان احنا بنتكلم على الاساتيك ما ننساش حاجه مهمه جدا او منتج مهم جدا كلنا اتربينا عليه من واحنا صغيرين، وهي السوست. السوست دلوقتي يا جماعه اتطورت جدا وتحسن شكلها وتحسن الماتيريال بتاعتها، وكمان اتعمل لها هاند جريب من جوه زي ما حضراتكم شايفين، تقدر تستخدمها كهاند جريب يمين وهاند جريب شمال. بلس ان السوست بتاعتها ادجستبل، بلس ان هي الماتيريال والتكنولوجي اللي السوست اتعملت بيها اتحسنت عليهم زمان، فبقت الالاستيسيتي والليونه بتاعتها جوه التمرين اعلى بكتير جدا. كان لازم نتكلم عن السوست لان اي حد من جيل الثمانينات والتسعينات عارف يعني ايه السوست. كانت بتظهر كتير جدا في الافلام الفتره دي قبل ما يبدا اختراع الاساتيك المقاومه. خلونا نكمل مع بعض تاني بقيه الاشكال بتاعه الاساتيك اللي عندنا بندل معموله كويسه جدا عباره عن الاستيك اللي بمقبض مع الاستيك الرجلين بتاع اللي بمقبض مع الاستيك الدائري. دي كلها بندل بتتباع بسعر هايل، بتتباع ب 119 جنيه اول ليفل من الليفلز بتاعتها. خليني اخدكم لاستيكين للمقاومه مهمين جدا للبروفيشنالز في
في تمارين معينه. عندنا الاستك ده استك الجمباز، ده بيكون متقسم ليفلز، هو جواه متقسم ليفلز. انا كل ليفل فيهم بيبقى بيديني مطاطيه مختلفه عن بقيه الليفل وطول مختلف عن بقيه الليفل. فزي ما حضراتكم شايفين في الفيديو الاستك ده متقسم مالتي ليفل. ده مهم جدا للي بيلعب جمباز، بيلعب باليه، بيلعب رياضات زي كده بيحتاجها في التمرين. طيب عندنا كمان الاستك الخماسي اللي هو في مقبض، اللي هو تطوير السوست. ده تطوير فكره السوست. لو حد مش حابب فكره السوست، الاستك ده بيقدم له الريبليسمنت للسوست. وبرده في نفس الفكره ان انا بقدر يعني مش لازم اشتغل بالخمس اساتك مره واحده، بالعكس انا ممكن احط واحد، احط اتنين، احط تلاته زي ما انا حابب. نفس فكره السوست، انت حضرتك كنت تقدر برضو انك تشتغل بيهم كلهم مع بعض او تبدلهم مع بعض. طيب خليني اتكلم دلوقتي على استك بيدور عليه بروفيشنالز كتير، والاستك ده بينزل منه موديلات كتير، وكان المفروض ان احنا نعمل له فيديو مخصوص يشرح كل موديلاته، بس انا هديكم الفكره الاساسيه بتاعته. لو تفتكروا الاستك اللي كان بمقبض، لما احنا قلنا ان هو بيتحط جوه كفر قماش، اتعمل له تطوير اكتر كمان. بقى الاستك اتحط في كفر قماش، وبقى يتعمل له هولدر للرجلين، وبقى يتعمل له ان انت تقدر تمسكه من ورا في اي مثلا مالتي جيم عندك، او اي جهاز، او اي جيم في المنزل، او اي حاجه فيها بس باكيه تقدر تحط فيها السوسته بتاعته، او اسف الجنزير بتاعه، هيبقى مناسب جدا. الاستك ده بينزل عباره عن 4 اساتك زي ما حضراتكم شايفين. ده بيكون منظر الاستك، بيبقوا 4. حضرتك بتقدر تستخدم دي في المقبض، والناحيه التانيه بتقدر تحطها في اي جهاز عندك، ويبقى انت كده ماسك ايديك الاتنين وماسك رجليك الاتنين في الجهاز، وتقدر تتمرن بالاربع اعضاء مره واحده. فدي ميزه هايله جدا، وبيحتاجوا متدربين في الهاي ليفل بتاعهم. ونوعيه الاساتك دي معمول منها انواع مختلفه بتطور الجمبات بتاعتنا وبتطور الفتنس بتاعنا بشكل هايل. اكيد هنعمل عنها فيديو مخصوص. لو حضراتكم حابين يا ريت تعرفونا عشان نخليه في بدايه السكيدول لو انتوا حابين حاجه زي كده. طيب نيجي بقى في اخر استك من انواع الاساتك، وده في وجهه نظري الشخصيه هو السوبر ستار بتاع الاساتك، وده اكتر استك حبا لقلبي، لان الاستك ده اطولهم كعمر بيعيش معانا، اكثرهم كاستخدام، اقدر استخدمه في تمارين كتير جدا، ايدين او رجلين، وفي نفس الوقت مريح لان قبضته حلوه. الاستك اللي بيتقال عليه في الماركت اللوب. يعني ايه اللوب؟ اللوب عباره عن استك مقفول زي ما حضراتكم شايفين. هو استك دائري مقفول زي ما احنا شايفين في الفيديو كده، ملوش اول من اخر لان هو كله دايره واحده مقفول. فالاستك ده ميزته ان السكنس بتاع الرابر اللي فيه تخين، اتخن من كل الاساتك اللي فاتت، فبيقدر يعيش معانا فترات اطول. دي اول نقطه. تاني نقطه ان هو طويل، بيقدر يطلع معايا لمدى حركي عالي. تالت نقطه ان انا ممكن اقصره، يعني انا مش لازم استخدمه على طول، وانا لو حبيت ان انا اتقله فبقصره. ودي على فكره الموضوع ده في كل الاساتك، بس الاستك ده طويل فانا بقدر استخدمه في كذا ليفل. يعني انا مثلا لو عايز استخدمه باقل ويت فيه هقف عليه من اوله. طب لو عايز استخدم بويت اتقل شويه هقف على الحته دي. طب لو عايز استخدم بويت اتقل شويه هقف على الحته دي، وهكذا. كل ما انا بقصر الاستك كل ما انا بقدر احصل على ويت اعلى، فبقدر ان انا اوصل بالعضله تو ذا ماكس فيها، فبقدر ان انا اطول المده ان انا احتاج اشتري استك جديد. وانا بالنسبه لنا كشركه، كل ما انا خليت حضرتك تطول في المده اكتر عشان تحتاج ريبليسمنت للمنتج اللي عندك، هو ده النجاح فعلا. ان انا قدرت اقدم لسيادتكم استك يلبي مثلا رغباتكم على مدار فتره طويله. ده هو النجاح فعلا عندنا. فاستك اللوب يا جماعه هايل جدا في التسخين، هايل جدا في التمارين، هيغطي معانا كل العضلات، واقدر عن طريق لو عندي استك بمقبض ومعاه مشبك الباب اقدر استخدمه مع الباب، هيعمل لي تمارين سوبر. بكده يا جماعه هنكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده، ودي المفاجاه اللي احنا كنا محضرينها لكم. ما تنسوش لو عايزين نعمل لكم اي ريفيو عن اي منتج الفتره اللي جايه تبلغونا على الصفحه. شكرا ليكم، والويب سايت تحت امركم، الصفحه تحت امركم، الواتساب تحت امركم، الفرع شغال يوميا من 10 صباحا ل 10 مساء. كل موظفين الشركه في خدماتكم في
في اي وقت باذن الله. شكرا ليكم.